عاوزة والله اعمل لكم فيديوهات كتير بقالي فترة وطبعا مش قادرة في ظل الظروف اللي احنا فيها. وبقالي اسبوعين عاوزة اشارك معاكم احساسي باللي بيحصل كأم وكست وكعربية وكبني ادمة. بالذات انا عارفة ان عندي هنا امهات كتير، معظمكم امهات او ابهات او يعني عندنا اولاد، فانا حاسه بيكم حاسه بكل ام فقدت ولادها، الولاد اللي قاعدين دلوقتي ما عندهمش امهات، ومش عارفه اصلا يعني اعمل فيديو اقول ايه يعني. بس عاوزه احسسكم ان انا معاهم ومعاكم، وعارفه انتوا حاسين بايه، وعارفه ان قلبكم كمش وقد يكون يعني اتشرخ زي بالظبط. مش عارفة نقدر نعمل ايه عشان نقف مع اخواتنا الفلسطينيين. في اليومين دول بقالها اسبوعين، الموضوع بقاله اكتر من اسبوعين وانا مش قادرة اتكلم، يعني نفسي اتكلم ونفسي اعبر واحاول اساعد واعمل فيديو يمكن يعمل فرق، يمكن يسهل عليهم. مش عارفة اقدر اعمل ايه، بس اللي نقدر نعمله احنا ان احنا نوعي ولادنا ونفهمهم أهمية القضية الفلسطينية وأهمية اللي احنا فيه ده، والقصة من أولها وبدأت إمتى واللي بيحصل كل حاجة بتحصل. بس في نفس الوقت يعني بلاش نفرجهم الفيديوهات يا جماعة، بلاش نفرج الأطفال طبعا ولادنا الفيديوهات اللي بتنزل كل يوم عن الأطفال اللي بتموت والجرحى واللي تحت الأنقاض بيطلعوهم بلاش، عشان ما بالك احنا يعني مش قادرين. انا مش قادرة، يعني نفسيتي من اللي شفته مش قادرة، تعبانة يوم بعد يوم من كتر ما بتفرج على حاجات وبشوف الأحداث ومتابعة الأرقام بتاعت الأموات اللي بتكتر يوم بعد يوم، والولاد والأطفال والأمهات اللي مش لاقيين عيالها، والعيال اللي شايفين أمهاتهم بتموت. احنا كبار وما بالك احنا حاسين بإيه ووصلنا لمرحلة إيه، ما بالك بقى لو الأطفال شافوا كده. يعني طبعا عاوزين نوعيهم ونفهمهم، بس مش لازم ندخلهم جرافيكلي جوه بتاع، عشان ده هيأثر على نفسيتهم جدا اليومية في كل حاجة بقى. يعني هم مالهمش ذنب ان هم ي ي ي ي يعني نبوظ لهم ايامهم. يعني نوعيهم، يعملوا دونيشنز، يروحوا يعملوا باكينج اكل، يعملوا كوز في المدرسة ويلبسوا لون ويعرفوا العلم ويعرفوا القصة وكل حاجة. بس يا ريت ناخد بالنا هما بيشوفوا ايه ونمنع عنهم ده عشان صحتهم النفسية. ربنا يشفي كل مجروح دلوقتي في فلسطين وفي العالم كله بصراحة عامة. يعني احنا زي ما ربنا قال اللي بيموت بني آدم روح واحدة كأنه موت بني آدمين كلهم، يعني الإنسانية كلها. الواحد بيأثر علينا كلنا، وأنا هنا قاعدة في بيتي متأثرة، متأكدة إن كل واحد فيكم متأثر في بيته باللي بيحصل. وفعلا اللي بيحصل في بني آدم فينا بيأثر علينا كبني آدمين كلنا، عشان كده احنا جزء من ده، احنا جزء لا يتجزأ. يعني مش اللي هو هما بقى هناك واحنا قاعدين هنا. مش عارفة يعني واحد قاعد كأنه مش عايش حياة طبيعية، حاسس بذنب طبعا ان انا نايمة دلوقتي على الكنبة مرتاحة في بيتي، عارفة ان انا اقدر اقوم اكل اشرب انام اصحى ولادي بخير الحمد لله. بس الواحد بيبص لهم بيقول يعني ليه في تميز؟ ليه ولادي يبقوا كويسين ولاد غيري يبقوا مش كويس؟ ليه اصلا ما يبقاش فيه احساس بان كل الاطفال زي بعض وكل البني ادمين زي بعض، احنا كلنا واحد. ويا جماعه ربنا خلقنا كلنا، مفيش حد ربنا خلقه التاني مثلا مخلوق من حته تانية، كلنا زي بعض. انتوا عارفين كل الكلام ده، اصلا مفيش كلام اقدر اقوله، اصلا مش عارفينه كلنا يعني. بس ربنا يرحم كل الاطفال اللي راحوا ويصبر كل الاهالي والامهات يا رب.
ويعدي الموضوع ده من غير خسائر اكتر من كده، يا رب يا رب. وخلينا نقف مع بعض عشان كله بيأثر فينا كلنا، ولو نقدر نعمل حاجة في ايدينا نعملها يا ريت. ويا رب الكابوس ده يخلص بأقل يعني يا رب يخلص ينتهي قبل ما ياخد أرواح تانية وتانية.